قهر قلبي على هذا الولد، يا قهر قلبي. هذا الولد اسمه رياض علي عبد الله من محافظة تعز. هذا الشاب كان مغترب في الصومال، مغترب في الصومال يا رجال، علشان يوفر لأهله المصاريف. هذا الشاب كان عنده بسطة متواضعة، تمام؟ المهم طالب الله وعايش حياته، ويرسل لليمن آخر الشهر، يرسل لأهله مصاريف في اليمن وأموره ماشية والحمد لله. فلما جوه اثنين شباب، جوه اثنين صوماليين يا رجال، صايح وياهم فوق البسطة وقاموا يضربوه، هو الولد ذيبان، تضارب هو وياهم وطعن واحد. المهم شلوه ودخلوه السجن وغرموه $1000. الشاب هذا مسكين ومستضعف، ما معه شيء، معه قوت يومه يرسله لليمن. المهم بزوه وسجنوه لحد الآن، قد له سنة يا رجال. تواصلوا معاي، الذي قدرنا ندبره يا رجال $800، الذي متبقي الآن $200. قال لي أنا في وجهك يا علي، ويبكي والله، ويبكي قهر. وأعوذ بك من قهر الرجال، تعوذ بالرسول من قهر الرجال، تمام؟ الآن قد له سنة مسجون وأهله في اليمن بدون مصاريف وحالتهم زفت. فأتمنى من الرجال باقي $200، شيروا المقطع. الذي ما يقدرش انه يساهم بشيء يشير المقطع ويفعل لايك علشان المقطع يطلع. المنطقة الذي مسجون فيها الآن هو منطقة قرض بولندلاند، في منطقة قرض بولندلاند. أي واحد في هذه المنطقة يتواصل معي علشان أخليه يروح لعنده، تمام؟ الدال على الخير كفاعله. الشاب هذا قد له سنة بيعاني قهر، قال لي والله إني أكل وجبة في اليوم وإني ميت قهر وميت ألم ووجع. فأتمنى منكم يا رجال ما نقصر جمعة، هي $200 بيفرجها الله.